في الفيديو ده هنتكلم عن الأميرة المصرية ميريت آمون. هي ابنة الملك المصري رمسيس الثاني والملكة المصرية نفرتاري. هي الابنة الرابعة والمدللة للملك رمسيس، وكانت أجمل أميرات مصر القديمة، ولقبت بالملكة البيضاء لشدة بياضها وملامحها الملائكية. الملكة ميريت آمون كانت ضمن موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمقرها بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط. في عام 1981 اكتشف بالصدفة البحتة معبد لرمسيس الثاني في أخميم بسوهاج، وتم الإعلان عن اكتشاف أثري كبير، ومن ضمن هذا الاكتشاف تمثال العروسة الملكة البيضاء، تمثال ميريت آمون. التمثال مصنوع من الحجر الجيري، وهو أكبر تمثال لزوجة فرعونية في التاريخ الفرعوني، ويبلغ وزنه 31 طن وطوله 13 متر. وبجواره تمثال رمسيس الثاني جالسا على العرش بوزن 45 طن وطول 15 متر تقريبا. يعتبر تمثال الملكة ميريت آمون من أجمل ما نحت في عهد الرعامسة، حيث العظمة والشموخ والدقة في النحت وطول القامة. تنتمي ميريت آمون لأسرة الرعامسة، والذين حضروا من الدلتا شمال مصر، وبالتحديد في مدينة الشرقية. وكما ذكرت، يوجد لها أكبر تمثال لأميرة بالعالم في مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وهو تمثال الملكة البيضاء أو العروسة كما يسمى من أهل أخميم. في الواقع كانت الأميرة الفرعونية ميريت آمون هي واحدة من أجمل وأبهى الأميرات الفرعونية في العصر المصري القديم. توفيت ودفنت الأميرة في وادي الملوك بمدينة طيبة الأقصر حاليا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية. معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.